عبد الرحمن بن يوسف القرضاوي طلع في برنامجه ويقول ولسه البرنامج حي، ولسه والله العظيم اني ما اعرف شيء. ترى حتتصل تركيا وحتاخذ عبد الرحمن بن يوسف القرضاوي، ومش حتقدر الامارات تاخده، وحنشوف وقت الجد مين اللي وزنه اقوى، تركيا ولا مصر والامارات. اسمعكم دحين شوفوا كيف. وبعدها صار على عبد الرحمن بن يوسف القرضاوي تحت جزمة محمد بن زايد، الله يطول في عمره. سلموا لي على عبد الله الشريف. اسمعوا. صور وعبد الرحمن لسه ما زال في لبنان والتفاوض شغال عليه. واسمحوا لي احل محل الوليه الخربانه دي في التنبؤات واقول لكم ان عبد الرحمن هيروح على تركيا، مش علشان انا بنجم ولا اعرف الغيب، انما عشان لبنان دوله عربيه قضاءها زي حالتنا بيخلص بمكالمه تليفون، واللي هيعمل التليفون ده صاحب سلطه سياسيه وكرسي بيبص للمصالح اللي لا مصر ولا الامارات هتعادلها، وهتضغط تركيا وهتاخده. والحلقه دي لسه ما زالت دلوقتي بتتصور، ولسه هتخش حضرتك على المونتاج والتلوين والجرافيك والحركات، ولسه لبنان ما اخذت قرار، والله على ما اقول شهيد. وخلينا نشوف بقى كده عند الشده مين فيكم اللي هيكون ليه وزن. وعيب قوي. وين عبد الرحمن بن يوسف القرضاوي؟ على الامارات، على دبي.